وكيا برايد، كل دي عربيات مقبوله. بس انا بقول لك على العربيات يكون رينج السعر بتاعها رخيص من 70,000 لحد 130 او 140,000 جنيه بالكتير. وعندك مشكله في التحليل او عندك اي مشكله تخص الابلكيشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الفيديو بتاع النهارده هقول لك على كام حاجه لو انت عايز تشتغل اوبر او على اي ابلكيشن عموما من تطبيقات النقل الذكي. هقول لك على كام نصيحه وكام حاجه انت ممكن تعملها من خبره شغلي، لان انا اشتغلت في المجال ده فتره. فهديك كام نصيحه انت ممكن تشتغل عليها او تعمل باللي انا هقوله لك، وهلخص لك حاجات كتير من خبره شغلي. تاني حاجه هقول لك على كام عربيه انت ممكن تشتريها ويكون سعرها رخيص وتكون مقبوله في اوبر وينفع ان انت تشتغل بيها. الحاجه الثالثه والاخيره والاهم، انت لو معاك عربيه او اشتريت عربيه من اللي انا هقول لك عليهم دول وطلعت مش مقبوله او جيت تسجل في الابلكيشن وما اتقبلتش، هقول لك ايه اللي ممكن تعمله بالظبط عشان خاطر العربيه دي تتقبل معاك وتقدر ان انت تشتغل وعادي مفيش اي مشكله. ولو انت معاك عربيه بالفعل وبرضه العربيه مش عارف تسجل بيها ومش مقبوله، فانا هديك برضه اعرفك ايه اللي انت ممكن تعمله عشان العربيه تتقبل معاك. قبل ما ابدا الفيديو، قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان الفيديو ده هيعجبك، وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. نيجي بقى للنقطه رقم واحد. شغل اوبر كويس ومربح جدا مش وحش، بس عشان تعرف تمسك منه فلوس لازم تشتغل بعربيه تكون بتاعتك، ما تتاجرش عربيات. يعني اول نصيحه او اول حاجه انا هقولها لك، اوعى تتاجر عربيه. لو هتجيب عربيه يكون سعرها رخيص وعلى قدك انت في الاول، احسن من ان انت تتاجر عربيه تدفع لها 10,000 او 12,000 في الشهر، وفي الاخر مش هتعرف ان انت هتبقى شغال لصاحب العربيه. انت جايب العربيه هتشتغل بيها عشان تسد ايجارها، بس انت كل اللي هيطلع لك مصاريفك لو عرفت تطلع منها مصاريفك. فاول حاجه ما تتاجرش عربيات، تصرف وهات اي عربيه حتى لو سعرها رخيص، بس ما تتاجرش عربيات. الحاجه الثانيه، اوعى تهمل في صيانه عربيتك نهائي مهما كانت ظروفك، عليك ايجار، عليك اقساط، عليك اي حاجه ايا كانت ايه هي. رقم واحد هو صيانه العربيه. رقم واحد هي عربيتي. زي ما العربيه بتديك والعربيه واقفه معاك والعربيه هي بتشتغل وبتطلع لك فلوس، لا زي ما انت لازم تصرف عليها ولازم تديها حقها وما تهملش في صيانتها. واوعى تبخل عليها خصوصا في غيارة الزيت والصيانات الدوريه. يعني ما يكونش الزيت ميعاده يتغير النهارده وتيجي تقول لا هقرص عليها يومين كمان على ما اجيب غيارة الزيت او اجيب، لا انت تعمل حسابك على غيارة الزيت تغيرها في ميعادها وقبل ميعادها كمان. عشان انت لو عملت كده انت كده بتدمر نفسك وبتدمر شغلك وبتدمر عربيتك، لان كل ده بيقلل من العمر الافتراضي للعربيه. وطبعا اي حاجه تحصل في العربيه في مشكله في الصيانه لازم تعملها اول باول. يعني ممكن يحصل لك مشكله او حاجه بسيطه والعربيه تفضل ماشيه عادي، تقول لا همشي بيها. الحاجه الصغيره بتكبر، اللي هتعمله النهارده ب 200 بكره هيتعمل ب 400 وبعده هيتعمل ب 1000. فنصيحه مني واهم نصيحه، انك انت لازم ما تهملش في صيانه العربيه نهائي. العربيه لو احتاجت اي حاجه مهما كانت قليله او رخيصه او مش هتضرك في المشي او مش هتضر العربيه في المشي، لازم تعملها قبل ما توصل لمرحله كبيره او تضر العربيه. عشان الحاجه اللي في بدايتها صغيره هتكبر مع الوقت وهتبقى مشكلتها اكبر في التصليح وفلوسها اكتر في التصليح وهتعطلك اكتر. ولازم تعمل لنفسك حد يومي في الشغل. يعني ما تجيش على نفسك ولا تيجي على العربيه. يعني مثلا تعمل تارجت لنفسك ان انا هنزل النهارده هعمل 300 جنيه، انا هنزل اعمل 400 جنيه، انا هنزل اعمل 500 جنيه. لازم تحط تارجت لنفسك تنزل تحققه. ما تنزلش تشتغل كده 12 ساعه و15 ساعه وتبقى جاي على صحتك وجاي على نفسك وجاي على العربيه عشان ما تزهقش من الشغلانه وما تزهقش من ركوب العربيه طول النهار. لا، اعمل لنفسك رينج معين. انا هنزل النهارده مثلا هعمل 500 جنيه او هعمل 400 جنيه. اول ما احقق التارجت اللي انا عملته ده 400 جنيه او 500 جنيه، خلاص باخد بعضي وبروح عشان اريح نفسي واريح عربيتي. ولازم تعمل للعربيه بتاعتك مصروف يومي. يعني انت مثلا لو عامل تارجت لنفسك 500 جنيه او 400 جنيه او ايا كان المبلغ اللي انت هتنزل تعمله، لازم تعمل لعربيتك 50 جنيه 100 جنيه في اليوم. دول في حصاله العربيه، دول بتوع العربيه مالكش دعوه بيهم نهائي. عشان لو حصل معاك اي مشكله في العربيه بعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم، يبقى معايا رصيد كافي ان انا اعرف اصلح العربيه. ما بقاش بعمل الفلوس وبصرفها وباجي في الاخر اتسوح لو العربيه باظت مني ما اعرفش ان انا اصلحها. ولو ما حصلهاش حاجه ولقيت نفسك معاك 2000 3 4 ما فيهاش حاجه، لما نروح نشحم العربيه ونشحم الكبالن والعفشه ونظبط الدنيا، ولو في سيور محتاجه تغير نغيرها. مش لازم العربيه تقف مني وتعطل عشان خاطر اروح اصرف عليها. ودايما خليك ذكي في اختيار المشوار. يعني انت لو عندك مشوار ب 150 جنيه 20 كيلو هتاخده في 40 دقيقه او 50 دقيقه، وعندك مشوار تاني ب 100 جنيه 20 كيلو برضه بس هتاخده في 20 دقيقه او 25 دقيقه، لا انا هاخد ابو 100 جنيه اللي هاخده في وقت اقل عشان اخلص المشوار بسرعه واشوف مشوار غيره في نفس الوقت. المشوار السريع او اللي طريقه مفتوح او اللي ما فيهوش مطبات او زحمه او كلام من ده مش هيهلك معايا بنزين زي المشوار اللي هفضل واقف في الزحمه او واقف على الكوبري اكتوبر. المشوار مثلا هياخد مني 40 دقيقه وهو 20 كيلو، فمعنى كده ان انا هاخد وقت كبير او ان انا هقف في زحمه كتير، فده هيهلك منك بنزين اكتر من المشوار اللي هتاخده ب 100 جنيه بس هتروحه بسرعه في 20 دقيقه ل 20 كيلو في 20 دقيقه. يعني هتلاقي نفسك ماشي على طريق مفتوح. فخليك ذكي في اختيار المشوار بتاعك.
ولو معاك عربيه مساعداك او حالتها كويسه حتى لو قديمه مفيش مشكله، بس لو معاك عربيه مساعداك حاول تاخد مشاوير سفر مثلا من القاهره لاسكندريه، وانت في اسكندريه او في اسماعيليه او ايا كان المكان اللي انت هتروحه لازم تشوف مشوار ترجع بيه، مش شرط يجي بنفس الثمن. لو هتروح من القاهره لاسكندريه ب 1000 ونص مش لازم ترجع بمشوار ب 1000 ونص، ممكن ترجع بمشوار ب 400 جنيه 500 جنيه، المهم انك ما ترجعش فاضي، تبقى راجع جايب بنزينك على الاقل. ده كان ملخص شويه حاجات انا عرفتها من خلال شغلي في المجال ده. تاني حاجه بقى في الفيديو ده هي العربيات المقبوله ويكون سعرها رخيص. مبدئيا اهم حاجه في العربيه ان هي تكون فيها تكييف وتكون موديل فوق التسعينات. يعني مثلا فيات تمبرا من العربيات المقبوله، هيونداي اكسل من العربيات المقبوله، سكودا فليشيا ودايوس بيرو لادا 2110 كل دي عربيات مقبوله، سوزوكي سويفت تسعينات، رينو اوبتيما تسعينات، فيات فلوريدا وفيات اونو وفورد سكورت وفورد فيستا ونيسان صاني اول التسعينات وميتسوبيشي لانسر اول التسعينات وكيا برايد، كل دي عربيات مقبوله. وعلى فكره في عربيات مقبوله زي لانسر كريستالا ودايو بيرا وفي حاجات تانية كتير مقبوله، بس انا بقولك على العربيات يكون رينج السعر بتاعها رخيص من 70000 لحد 130 او 140 الف جنيه بالكتير. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العربيات دي انا عامل ليها فيديو مخصوص، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. واكتر عربيه مناسبه للشغل في اللي انا قلته ده كله هقولهم لك بالترتيب من حيث ان العربيه يكون قطع غيارها متوفره واستهلاك البنزين بتاعها قليل. اول واحده ميتسوبيشي لانسر اول التسعينات، والثانيه هيونداي اكسل، والثالثه فورد سكورت، نيسان صاني اول التسعينات، سوزوكي سويفت ودايوس بيرو لادا 2110 والباقي بقى بعدهم. دول افضل عربيات ممكن ينفعوا معاك، اسعارهم مستريحه، استهلاك البنزين بتاعهم قليل، قطع غيارهم هتلاقيها متوفره، وفي نفس الوقت عطلهم مش كتير. وما تنساش اوعى تهمل في الصيانه بتاعتهم عشان تعرف تاكل عيش. يجي بقى للجزء الاخير في الفيديو والاهم. دلوقتي لو انت جبت عربيه من دول وجيت تسجل بيها، او انت معاك فعلا عربيه من دول وجيت تسجل بيها ولقيت العربيه مرفوضه، او عندك مشكله في الفحص اللي هو فحص النسيته بتاع اوبر، او عندك مشكله في التحليل، او عندك اي مشكله تخص الابلكيشن، فانت في الحاله دي هتتواصل معايا على الانستجرام. هسيب لك اللينك بتاع الانستجرام بتاعي تحت في الوصف برضو، تمام؟ هتخش تتواصل معايا وهقول لك تعمل ايه بالظبط، وان شاء الله العربيه هتكون مقبوله. والموضوع عن تجربه، يعني انا عن نفسي في فيات تمبرا وفي اكسل مشغلهم على الابلكيشن بالفعل وعادي مفيش اي مشكله. لو وصلت لحد هنا في الفيديو يبقى تنزل تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، ولو عايز تسالني على حاجه سيبها في كومنت وانا هرد عليك. والسلام عليكم.